بعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، الأهلي بيحسم الدوري للمرة 43 في تاريخه. النادي الأهلي فعلا حسب الدوري بخسارة بيراميدز النهارده من سيراميكا كليوباترا، ويتبقى للنادي الأهلي 5 مباريات، 5 ماتشات بالظبط. ال5 ماتشات دولت ممكن يلعبهم بالناشئين، تمام. بس طبعا مش هقول لك ال5 ماتشات، لا، ممكن يكونوا 4 ماتشات هيلعبوا بالناشئين، لان الماتش الجاي هيبقى قدام الزمالك. فبالتالي لو النادي الاهلي فكر ان هو يلعب بالناشئين، فالزمالك هتفرح، او ان هي لو كسبت هتحسسك ان هي بطلة الدوري علشان خاطر كسبت المباراة دي، مع العلم ان هي خسرانة في الدور الاولاني 3-0. فبالتالي بخسارة النادي الاهلي قدام الزمالك في المباراة القادمة، هنسمع زيطة كتير ان تالت الدوري كسب اول الدوري، ويعتبر تالت الدوري هو صاحب الدوري. اه والله العظيم زي ما بقول كده بالظبط. فعلا شوف انت معاك 2 سوبر، انا بتكلم في سنه واحده، معاك 2 سوبر مصري، ومعاك كاس مصر، ومعاك دوري ابطال افريقيا. وتخيل انت بقى بعد ده كله انك انت ماشي في الدوري من غير خساره واحده، وتيجي تخسر قدام الزمالك. هتحس ان هم ابطال افريقيا فعلا عشان خاطر كسبوا بطل افريقيا، بطل مصر وبطل افريقيا. هيحسوا بقى ان هم خلاص ابطال مصر وابطال افريقيا. تخيل هو ده العقل، هو ده التفكير بتاعهم. مع العلم انك انت لو جيت عديت عدد المباريات اللي انت هرست فيهم الزمالك، تقريبا مش هتلاقي رقم تعده اساسا. بس هقول لك ايه، هو ده طريقة تفكير كل من هو زملكاوي. ومن الناحية التانية النادي الإسماعيلي بيفوز على الداخلية ليتبقى في الدوري الممتاز للموسم القادم. وخلاص كده الداخلية تقريبا نزلت من الدوري الممتاز للدرجة التانية. وطبعا هنقعد نسمع السنة الجاية زيطة كبيرة من ناحية جماهير الإسماعيلي، خلي الأهلي يجي يلعب في الإسماعيلي. وهرجع أقول لهم تاني، هاتوا موافقة من الأمن والأهلي هيروح يلعب في شوارع إسماعيلية كلها، بس يكون في موافقة من ناحية الأمن. ما تجيش تقول لي على حاجة الأمن أصلا مش موافق عليها، واكيد الامن عمره ما هيوافق ان الاهلي يروح يلعب في الاسماعيليه، علشان خاطر طبعا عارفين كميه الغل والحقد في جمهور الاسماعيليه، وان هم نفسهم ان النادي الاهلي يروح يلعب في الاسماعيليه عشان تحصل زي ما حصل في احداث بورسعيد. فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ هو ده تفكير كل من هو اسماعيلاوي او بورسعيدي. دي حقيقه. بس هرجع واقول لك مش موضوعنا. النادي الاهلي بتبقى له 5 مباريات، اولهم الزمالك واخرهم بيراميدز النهارده اللي بتقدم الدوري على طبق من ذهب للنادي الاهلي. فهرجع واقول لك الف مبروك للاهلي وللاهلاويه، وان شاء الله القادم افضل بالنسبه للنادي الاهلي ولاداره النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي والجهاز الفني بتاع النادي الاهلي واللاعيبه بتاعه النادي الاهلي. الف مبروك، وان شاء الله القادم افضل باذن الله.